عمرك لقيت فلاشه في الشارع؟ لو لقيت فلاشه في الشارع اوعى توصلها في الجهاز بتاعك، دي ممكن تدمر لك جهازك وحياتك. لو لقيت فلاش ميموري مرميه ارجوك اوعى توصلها في الكمبيوتر بتاعك. المشكله كالاتي: واحده من اخطر الحيل اللي بيستخدمها الهاكرز حاليا في اماكن عامه انهم بيسيبوا يو اس بي درايف او فلاش ميموري في الشارع، والضحايا بقى الفضوليين بياخدوها ويوصلوها على جهازهم لمعرفه المحتوى بقى اللي موجود فيها. في اللحظه دي اللي انت بتوصلها بتكون وقعت في الفخ يا معلم. ازاي بقى بيخترقوا الطريقه دي؟ بعض اليو اس بي بتحتوي على برامج خبيثه بتعمل نسخ لكل ملفاتك وتبعتها للمخترق، بيسموها ميلوير. بعض الانواع المتطوره دي بتستخدم كمان حاجه اسمها اتش اي دي سبوفنج، بحيث ان الكمبيوتر يفتكرها كانها كيبورد، وده بيخليها تنفذ اوامر خطيره في اقل من 5 ثواني. في كمان انواع بتيجي بمكونات الكترونيه مخفيه بيسموها يو اس بي كيلر، او بالعربي اسمها حقن الجهد العالي، وده بيخليها تحرق اللوحه الام او المذر بورد بتاع جهازك بمجرد ما توصلها. طب المشكله بدات منين؟ في 2021 تم تنفيذ هجمات ضخمه على بعض الشركات. انا الحمد لله كنت موجود وشغال في شركه كبيره، وكنت كمان بساعد في بعض الشركات دي. في بعض مكاتب الشرطه والمخابرات، في ناس كمان وقعت ضحايا لفلاشه المزيفه دي. لان كمان لما مجرد ما بيوصلوا الفلاشه كمان في بيانات تم تسريبها للموظفين اللي شغالين في الشركه دي، لان هو ممكن يروح مثلا مكان عام ويرمي الفلاشه في المكان ده ويمشي، وهي بقى تصطاد زبونها. طب الحل ايه بقى؟ الحل اللي انت لو لقيت فلاش ميموري مش بتاعتك ما توصلهاش نهائيا، ولو مضطر تقدر تعمل حاجه اسمها في ام وهميه، او بيسموها جهاز وهمي جوه جهازك، بحيث ان انت تقدر تشوف الفلاشه دي فيها ايه بالظبط. تمام؟ وتكون الفلاشه الجهاز الوهمي اللي انت بتعمله على جهازك ده ما يكونش متوصل على جهازك الرئيسي، لانه هيحصل نفس المشكله. طب في بعض الحلول الامنيه زي الانتي فيروس او حاجه ده بتمنع ان انت تشغل اي يو اس بي، بيسموه حاجه يو اس بي اوتو ران، لان الفيروس ده بيوتو ران، فانت في بعض الانتي فيروس بتمنع الكلام ده. كمان في شركات كبيره، وانا بشتغل في شركات كبيره كمان، يعني من ضمن البوليسي اللي بتبقى محطوطه ان احنا بنلزم الموظفين ان اي حد يلاقي فلاشه ممنوع يوصلها على جهازه، ولازم يوصلها او يديها للتيم بتاع الاي تي او تيم المختص بالسكيورتي بتاع الشركه. تمام؟ خلي بالك دلوقتي السايبر سيكيورتي مش حاجه ثانويه، ده بقى ضروري زي الاكل والشرب في حياتنا اللي احنا عايشينها، في حالتي في الحياه اللي احنا عايشينها حاليا، خصوصا مع الذكاء الصناعي. فلو حريص على بياناتك خليك حريص دايما، ولو لقيت فلاشه تاني اوعى توصلها على جهازك.